السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. طبعا يا جماعة الفن الجزائري غني عن التعريف، دايما كل يوم بنسمع عنه قصص جميلة جدا. حتى كمان يا جماعة وانت هنا بتسمع الأعمال الفنية أو الأعمال الوطنية لدولة الجزائر، وانت بتسمعها كده بتحس ان كلها قصص. طبعا يا جماعه اتكلمنا كتير جدا زي هنا الفنانه ريم حقيقي وهي بتغني لابراهيم الخليل. وطبعا يا جماعه هنا وكتير جدا طبعا هنا يا جماعه اللي غناها عبد الكريم دالي، سمعنا قبل كده في العيد الصغير من زين ونهار اليوم صح عيدكم. وطبعا كمان يا جماعه في العيد الكبير قصيده ابراهيم الخليل. طبعا يا جماعه هنا وانت بتسمعها هنا بتحس بايام العيد كده وبترجع لايام زمان واللمه والصحاب. طبعا يا جماعه هنا انا متهيألي كده دوله الجزائر متهيألي هي الدوله الوحيده اللي دايما بتغني بقصص او بتحكي قصص. طبعا شفنا كتير جدا. طبعا يا جماعه هنا الفن الجزائري غني عن التعريف. طبعا سمعنا طبعا كتير اذا كان فن شعبي او فن عاصمي او فن قبائلي او فن نيلي، وكتير جدا من الفنون الجزائريه الاصيله. هنشوف مع بعض الفيديو باذن الله، هنرجع مع بعض في نهايه الفيديو. يلا بينا. إبراهيم والبلاء العظيم. تلت ليالي بالكمال، تلت ليالي بالكمال هو يوقف عليه ضحي بابنك الغزال. الله اطلب عليه، الله اطلب عليه أمن وفزاع الرسول، أمن وفزاع الرسول قال له طالي دمعو تسيل لا تزول على العزيزة علي، على العزيزة علي. الصباح كيزيق الفجر، الصباح كيزيق الفجر عيط للسماعين بنوفر من الحجر تعمو الحنين، تعمو الحنين. خرج الرسول للفضاء، خرج الرسول للفضاء ثم الفد عينيه قال الصبر للقضاء رغم ضحي، رغم ضحي. نشف دموع الشقاء، نشف دموع الشقاء واجعل سمعين اللقاء زجتو مع لقاء ولدها الحنين، ولدها الحنين. ارمى يدو على الغلام، ارمى يدو على الغلام وعطى روحه لي قنصشتو بلبسم نروح نحوس بيه، نروح نحوس بيه. قالت له صبور يا رسول، قالت له صبور يا رسول نروح نقي بدل ودوك الدلول بتو باللي واتي، بتو باللي واتي. ومو ماهيش علمة، ومو ماهيش علمة وين رايح بيه فرحانة بيه سلمى وتخلى
خرج وصار في الخيام، خرج وصار في الخيام ومن بعيد تبعت وتزيد في السلام لولدها الحنين، لولدها الحنين. براهيم زاد في الخلاء، براهيم زاد في الخلاء وابنه يتبع فيه، يسمع الطير في العلا يقول راح يضحي، يقول راح يضحي. إسماعيل خاف من البلاء، إسماعيل خاف من البلاء، قال له يا رسول اسمع الطير في العلا اش راه يقول، اش راه يقول. قال له يا ابن الغزال، قال له يا ابن الغزال راني نسمع فيه هذاك ابليس النحيس لعن الله عليه، لعن الله عليه. لما وصلوا للجبل، لما وصلوا للجبل عليه السلام، قلبه من الحرقة فشل عيط يا رحمن، عيط يا رحمن. سلم عليه من الجبين، سلم عليه من الجبين دمع وفضحت بيه. قال له يا ابويا الحنين ما بكاك حزين، ما بكاك حزين. قالوا يا كبد الغلام، قالوا يا كبد الغلام الله طلب عليك، أتاني ملك في المنام طلب مني ضحيك، طلب مني ضحيك. قالوا طاعة يا رسول، قالوا طاعة يا رسول أمي أعلمها، علاش يا ابويا ما تخوش نشبع منها، نشبع منها. عنا قبلوا بالغصان، عنا قبلوا بالغصان ماني علمها، الله يرزقنا الصبر هو يعلمها، هو يعلمها. ارجع راسه من الجبين، ارجع راسه من الجبين وردوا قبل بيه، رمى يده على السكين رايح يضحي، رايح يضحي. قالوا ورفادك قالوا ورفادك وطامت لك
لما جاي يجري عليه ملك من الرحمن قالوا عتق ما بين يديك احكم اسرار احكم اسرار. قال يا ابراهيم الخليل قال يا ابراهيم الخليل اعتق اسماعيل ما كان واحد مثلك من الصادقين من الصادقين. الله يرزقنا الصبر الله يرزقنا الصبر أجمعين كما رزق سيدنا المرسلين سيدنا إبراهيم. رحم الله الفنان عبد الكريم ديل. طبعا يا جماعة سمعناهم كتير جدا من الفن الجزائري، واللي غناها كمان الفنان نور كوفي وريم حقيقة. طبعا يا جماعة وانت بتسمع هنا قصيدة إبراهيم الخليل بيدل يا جماعة هنا إن الشعب الجزائري شعب مثقف وفنه فن راقي وفن هادف. طبعا سمعنا كتير جدا زي هنا شكرا يا أستاذي الفنان الصادق جمعاوي لما كان قايم بدور مدرس، وهو بيقول للطلبة كان قايم بيقول للطلبة عايزك تبقى مدرس وانت تبقى دكتور وانت عالم. فبالتالي يا جماعة هنا الفن الجزائري فن الهادف وفن له معنى. وطبعا شفنا كتير جدا زي الصريحة الصغيرة ومريم وفاء وهي قايمة بدور الأم مع بنتها بتقول لها لما تتجوزي تكوني كذا في بيت جوزك وتكوني قد المسؤولية. وطبعا وكتير جدا للفنانين في دولة الجزائر. طبعا يا جماعة هنا الفن الجزائري غني عن التعريف، وكل يوم بنسمع عن الفن الجزائري له معنى وله رقي ودايما ثابت في وجوده في جميع أنحاء الوطن العربي. طبعا يا جماعة ما عادش حاجة على العيد الكبير وخلاص، كلها شهر وأيام قليلة جدا ونخش على العيد الكبير. طبعا يا جماعة أنا على فكرة من عشاق جدا العيد الكبير. طبعا يا رب كده يجي أيامنا كلها أعياد وفرحة وهنا وسعادة. بس أنا على فكرة هنا بحب دايما وأنا عندي في الشقة أسمع قصيدة إبراهيم الخليل عليه السلام عندي في الشقة وأنا بوظف كده في نص العيد بالليل بسمعها. فأنا يا جماعة أنا بحس فعلا بالايام العيد وايام الفرحه. وطبعا بتفكرني باول ما عملت عند على القناه قصيده من الخليل عليه السلام. طبعا سمعناها كتير مع بعضنا. ما عادش حاجه يا جماعه، خلاص ايام قليله ويخش علينا العيد الكبير. فيا رب كده يدخل علينا وعليكم العيد بالفرح والهنا والسعاده لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. متشكره جدا، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه لحضراتكم.